احنا هنا مثلا عايزين نحفظ ملف القنوات. عندنا ملف قنوات على اي ريسيفر ايا كان، عايزين نحفظه معانا بحيث ان اي حاجه لخبطه، اي حاجه، حتى المفضلات، حتى مثلا ترتيب القنوات، الحاجات دي كلها احنا عاملين حاجه معينه وعايزين نحفظها. حتى السوفت وير، كل حاجه ممكن تتحفظ عندنا، بحيث ان احنا اي حاجه تحصل للريسيفر او لاي حاجه نجيبها بسهوله جدا جدا. حد لخبط القنوات نرجعه زي ما احنا عايزين. ماشي، تعالوا نروح زر المنيو ده في السان بلس مثلا، نعمل هنا بالسهم اهو، هننزل على كلمة تحديث. تحديث اللي فوق النسخة على طول. تمام، هنخش على تحديث. طبعا احنا هنكون حاطين فلاشة زي ما احنا عاملين كده مثلا، فلاشة في الريسيفر. ماشي، حاطين فلاشة في الريسيفر. طيب تحديث، خلاص دخلنا على التحديث. هنخش على تحديث البطاقة، هيفتح لنا ده. دي كده البطاقة اهي. تمام، هخش مثلا على اي فولدر بس ابقى عارفه. لازم اكون عارف الفولدر اللي انا داخل عليه، مثلا كاتب انا فولدر مثلا عندي معين او حاجة اهو، او مثلا فولدر فاضي اهو، يبقى احنا كده عارفين اهو اسمه اهو. تمام، تاني واحد اهو. طيب احنا عندنا اختيارين هنا مثلا، هنا بيقول لي ايه؟ سيف فلاش، وهنا حفظ الدي بي. طيب الفلاش ده اللي هو طبعا الفلاش ميموري، احنا نحفظه. عشان نحفظ طبعا كل امر جنبه لون معين. طب احنا هنا بيقول الاخضر، بيقول لي سيف فلاش اهو. هنشوف اللي هيحصل دلوقتي، هندوس على الاخضر اهو. دوس على الاخضر، نستنى عليه شويه صغيره. تمام، حتى لو مظهرش مثلا نخرج ندخل تاني اهو. سيف فلاش، كده الفلاش اتحفظ. طب هنا بيقول لي الازرق حفظ الدي بي اللي هو ملف القنوات. طيب هقول له الازرق، هيقول حفظ البيانات اهو، دي بي. يبقى ده اللي فوق الفلاش، والتاني ملف القنوات. كده نعرف نجاوب. مجرد بقى مثلا انا مثلا لخبطت الدنيا فاروح دايس اوكي مثلا يعني اهو. تمام، هيروح قايل لي كده، هينزل ملف القنوات اللي احنا عامله بمنتهى السهولة اهو. ده نفس القنوات اهي اهو، زي ما احنا شايفين هي نفس القنوات اللي كانت عليها عادي خالص، ما فيهاش اي مشكلة.